وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. هذا يريد أن يرد على جماعة، يقول: ما هو ردك على جماعة كذا؟ يعني هل هناك شيء يحتاج إلى رد؟ أم أننا نحن نختلق الردود ونختلق الحروب؟ نحن جالسون آمنون مطمئنون ولا لا؟ ما عندنا حروب ولا ردود ولا ردود ولا ردود ولا مناوشات ولا مقارعات ولا مساجلات ولا مناظرات، ما عندناش. شيخنا، لقد كثر في هذه الآونة الأخيرة الطعن في العلماء، حتى وصل الحال إلى تبديع وتفسيق وتكفير بعضهم إلى البعض من طرف بعض طلبة العلم، زعما منهم أن مشايخهم فعلوا ذلك. فما نصيحتكم إلى هؤلاء؟ وجزاكم الله خيرا. هذا الموضوع ما نريد أن ندخل فيه الشيخ نور الدين. هذه عدوى، هي عدوى وبلوى وطاعون من طاعون العصر. هذا الكلام هذا وطاعون من طاعون العصر. هذا الكلام هذا وطاعون من طاعون العصر. هذا الكلام هذا. وإحنا في المغرب اتفقنا مع الشباب ألا نعرج على هذه الموضوعات، لأن الكلام فيها قد يكون فيه نفع جزئي، لكن ينبني عليه تضييع وقت وينبني عليه تضييع قلب. ينبني عليه تضييع وقت وينبني عليه تضييع قلب. يقول: أحسن الله إليكم. يقول بعضهم أن الرد على أهل الأهواء والبدع مضيعة للوقت وأنه لا ينفع العوام، هل هذا صحيح؟ مضيعة للشخص، هذا اللي قال هالكلام هذا هو الضايع. أما بيان الحق فهو رد إلى الحق والصواب وجمع للأمة على الحق والصواب. نعم. لكن ينبني عليه تضييع وقت وينبني عليه تضييع قلب وتضييع نفوس، والنفوس تقلق والنفوس تضيق بمثل هذه الموضوعات. دعاكم الله. يقول: ما رأيكم أحدكم في من يقول أن كتب الردود تقسي القلوب؟ لا، ترك الردود هو اللي يقسي القلوب، لأن الناس يعيشون على الخطأ وعلى الضلال وتقسي قلوبهم. أما إذا بين الحق ورد الباطل فهذا مما يلين القلوب بلا شك. نعم. يستقيم. ينصح الطالب عموما بترك هذا الموضوع. أنا سئلت عنه في كل مكان، حتى في رمضان الماضي سئلت عنه في أمريكا الشمالية في هذا رمضان القريب، وكنت أقول للإخوة لا ندخل في هذه الموضوعات، تعبنا منها وهي تغير القلوب وليس فيها إلا هذا. هل الرد على أهل الأهواء والأخطاء يكون إيذاء؟ وهل الراد عليهم يكون من المجاهدين؟ الثاني يقول: هل الجرح والتعديل والتحذير من المخالفين يخالف حديث المسلم من سلم المسلمون إلى آخره؟ أهل البدع والرد عليهم وبيان يعني ضلالهم، وحتى يحذر وحتى يقمع ويبين يعني فساد ما هم عليه، وأن الحق بخلاف ما هم عليه، هذا أمر مطلوب، لأن بيان ضلال من ضل من أهل البدع الذين خالفوا السنن وارتكبوا الأمور المنكرة في عقائدهم، يجب يعني كشف حالهم وبيان حالهم، وهذا لا شك أنه من الجهاد في سبيل الله، وهذا من الجهاد باللسان والجهاد بالقلم. الجهاد باللسان والقلم يعني بيان يعني تحذير من أهل البدع، هذا أمر مطلوب. وش الثاني؟
الثاني يقول الجرح والتعديل والتحذير من المخالفين، هل يخالف حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ إذا كان مقصود بها للبدع والتحذير منهم فهذا مطلوب، وهذا من صفات المسلم الكامل الذي يحرص على سلامة الناس وتحذيرهم من أهل البدع. وأما إذا كان المخالف يعني من أهل السنة وحصل من خطأ فإنه يناصح ويؤخذ يعني صوابه وينبه على خطئه حتى لا يغتر به. نعم. فإن بدأت فابدأ بطلب العلم، فإن تدرجت وطلبت العلم وفتح الله عليك في العلم عرفت أن هذه التصرفات هي تصرفات أناس لا يعرفون العلم، وتصرفات ناس لا علاقة لهم بالقواعد كما يزعمون بالمناهج، وإنما هي مجموعة من باعة الفواكه بأبواب المساجد الفارغين الذين لا يقيمون حرفا ولا يعرفون حكما ولا سنة ولا فرضا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ينبغي على طلاب العلم أن ينشروا رد عالم على شخص ما؟ إذا كان في هذا مصلحة نعم، إذا كان في نشر الرد مصلحة للتحذير من هذا المذهب أو من هذا القول هذا ما في شك. الحق أحب إلينا من فلان، ما نحافظ على فلان كرامة فلان كما يقولون ونضيع الحق أغلى علينا. نعم. أما التبديع والتفسيق وكذا هذه آفة، وكثيرا ما تأتي هذه الآفة من الأخلاق. تكون الإنسان ما مربيش، ما عندوش الأخلاق، ما نشأش في الأخلاق، ما عرفش الأخلاق. تكون الإنسان ما مربيش، ما عندوش الأخلاق، ما نشأش في الأخلاق، ما عرفش الأخلاق. تكون الإنسان ما مربيش، ما عندوش الأخلاق، ما نشأش في الأخلاق، ما عرفش الأخلاق. هل يجوز التشهير بصاحب بدعة أو الكلام عليه وذمه؟ صاحب البدعة له حالتان: إما أن يكون منطويا على نفسه، أو أن يكون مشهورا بين الناس. ففي الحالة الأولى لا داعي لتشهيره لأن ضرره محصور في ذاته. أما في الحالة الأخرى فلا بد من تشهيره والتحذير منه حتى لا يغتر الناس الذين يعيش بينهم به، وليس ذلك من الغيبة في شيء كما قد يتوهم بعض المتنطعين. وحديث الغيبة ذكرك أخاك بما يكره هو من العام المخصوص. وقد ذكرت لكم قول بعض الفقهاء في بيتين من الشعر جمعوا فيه الغيبة المستثنات من الحرمة، فقال قائلهم: القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. فهوني المبتدع والتشهير به يدخل في التعريف ويدخل في التعبير، ولذلك اتفق علماء الحديث جزاهم الله خيرا على وصف كثير من رواة الحديث بما كانوا عليه من الابتداع في الدين، وهذا كله من قيامهم بواجب البيان للناس حتى يعرف الراوي الصارف يؤخذ بعقيدته والراوي المبتدع ويترك هو وعقيدته المنحرفة عن الكتاب والسنة. ما عندنا حروب ولا ردود ولا مناوشات